السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم في حلقه جديده من بودكاست. اليوم الضيف ديالنا ضيف ثقيل، واحد الشاب مقاتل اللي صراحه انا عجبني بزاف. اليوم جا عندكم غادي يشارك معكم معلومات قيمه على العقار. هو دري ولد الدومين ولد العقار، دونك غادي نخليكم تعرفوا عليه مزيان وعلى اشنو كيدير. مرحبا بك، كنشكرك بزاف على انك جا عندنا اليوم من مدينه قنيطره. جا خصيصا على قبلنا ولا قبلكم نتوما المشاهدين ان شاء الله اللي غادي يبارطاجي معكم حوايج اللي هما مزيانين. مرحبا بك. شكرا على الاستضافه. السلام عليكم، سميتي سفيان بوشتاوي، انا بروموتور و اجون ايموبيليي. صراحه انتغريت في الدومين ديال الايموبيلي دابا 2 ans. الدومين ديالي الاساسي هو الانفورماتيك. خديت الباك ديالي في 2017، قريت 5 ans ابري الباك في الانفورماتيك، وتانتغريت في الدومين ديال العقار بيسكو هو الدومين اللي كيعجبني، هو الدومين ديال العائله. تيقولوا تبع حبس بوك لي غلبوك. صح. تبارك الله تبارك الله، كنشوف واحد الباركور اللي هو زوين من الانفورماتيك. ان شاء الله العقار بزاف ديال الناس ما كيفهموش دابا، غيقول لك مثلا شنو هي العلاقه ديال الانفورماتيك بالعقار. دونك بغيتك تشرح لبزاف ديال الناس باش يفهموا شنو هما العلاقه ما بين هاد الجوج، وبالنسبه للناس حتى هما اللي يفهموا في العقار مثلا شنو كدير مثلا كبروموتور ايموبيلي. حتى بزاف ديال الناس ما يكونوش داخلين معنا في العقار، خصنا نشرحوا لهم شنو هي بروموسيون ايموبيليير، شنو هي عاوتاني الخدمه ديالك اللي كديروا عاوتاني كاجون ايموبيلي. دونك البروموتور ايموبيلي عندنا دي بروجي ديالنا في الكارتي ديال اليونس ميديا في قنيطره، غنيه عن التعريف الفينيسيون ديالها والاثمنه اللي جات المناسبه ديالها. عندنا دي بروجي اللي كيبدا الاثمنه ديالهم 25 مليون، صراحه اثمنه تما راه جد مناسبه وعلى اقبال كبير من ناحيه ديال الناس ديال كازا سلا رباط، كيجيو عندنا الجاليه بزاف. دونك علاش خليت الانفورماتيك ومشيت لليموبيلي؟ دونك ليموبيلي صراحه الدومين اللي كيعجبني هو الدومين ديال العائله. دونك من ديما انا باغي ندخل في ليموبيلي وباغي ديما كنمشي كنشوف البناي كيفاش كيخدم الكباس. تحيه للصناعيه ديال المغاربه ديالنا تبارك الله عليهم. ولاجون ايموبيلي حتى هو الدومين في ليموبيلي. دونك حنا بحال تقول كنديروا كلشي، اي حاجه عندها علاقه بالليموبيلي تلقانا فيها. نتوما بحالنا كديروا كندير جميع انواع. دونك باش تكونوا عارفين اخواننا، هو جاوبكم تعرفتوا عليه على سي سفيان. راه انسان اكسبير هو الدومين وكيخدم في الدومين. دونك غادي يبارطاجي معكم حوايج من عند انطلاقا من الخبره ديالو، من داكشي اللي كيشوف. كيخدموا مع واحد الفريق ديال العمل ديالو، يخدموا مع 5 ديال الناس. هادشي غنرجعوا ليه ان شاء الله باش يبارطاجي معكم الاكسبيريونس ديالو، باش بحال هكا الشباب حتى هما اللي باغيين يبداو واللي باغيين يديروا شي فكره ديال المشروع يقدر يعاونكم في هذا الشيء كامل. ودابا غنرجعوا للسؤال اللي سولته، هو شنو هو العلاقه ديال الانفورماتيك مع العقار. وغادي متاكد بزاف ديال الناس ما غاديش يعرفوا، هو غيجاوبكم عليه. صراحه الانفورماتيك دومين بوحدو والعقار حتى هو دومين بوحدو، ولكن لو في ديال انك عندك واحد المعلومات في الانفورماتيك ولا كتعرف ديال الانفورماتيك غتنفعك في اي دومين. اي دومين مشيتي ليه غتحتاج فيه الانفورماتيك. ابتداء من واحد كيبيع عندهم حانوت كيبيع البقاله، الواحد كيدير دي بروجي كبار. الانفورماتيك شي حاجه اللي الفالور ديالها طالع، صح، هو تحتاجها في اي حاجه. بصح بحال دابا في القطاع ديال العقار والسيسفين ياكد لكم هادشي. كتلاحظوا بزاف ديال الناس دي بروموتور ايموبيليا ولا الناس اللي عندهم دي زاجونس، ولكن محركات البحث بحال دابا ملي كندويو على محركات البحث اللي ولاو الناس كيخدموا بهم، كيحطوا فيهم المشاريع ديالهم، الشقق ديالهم، كاع داكشي اللي عندهم اللي باغيين يبيعوا، ولاو كيستخدموا الناس في الانترنت. خصو يصاوب واحد السيت، خصو يصاوب واحد محرك البحث باش الناس كيدخلوا كيقلبوا. دونك هذه هي اللي جاتني واحد الفكره اللي واعره، حيت تبارك الله عنده واحد لافونتاج اللي هو كبير، حيت حنا دابا كنعيشوا في واحد العصر اللي كيتبازا بزاف على ديال الانفورماتيك. دونك هذه صراحه كتفكر تخدم هذه القضيه في المستقبل شي حاجه بحال هكا؟ ديجا صيبت ابليكاسيون ديال ليموبيلي اللي كتجيري لاجونس، وصيبت ابليكاسيون اللي اوتوماتيزي لي تاسك. كاين دي تروك اللي كيتعاودوا كيخصهم اوتوماتيزاو،
وصيفط سيت ويب ديالنا اللي دونك الانفورماتيك في اي دومين غادي تحتاجو فهمتي. شوف يعني بحال كيعطيك واحد القوه زايده على يعني كتخليك تنافس اكثر. فهمتك. وبالنسبه الناس اللي غير باغيين يشريو الديور، يعني اللي كيقلبوا على الديور واثمنه مزيانين وفي بلايص مزيانين، راه حنا معاكم في البودكاست غادي نوريوكم يعني فين هما الاحياء، فين هما البلايص مزيانين، فين تشري يعني المدن البلايص، يعني هادشي كامل غادي نبارطاجيو معكم. حتى الناس اللي باغيين يستثمروا، يعني مثلا اللي باغي ياخذ محل ولا اللي باغي ياخذ بيرو ولا اللي باغي ياخذ واحد البقعه، يعني هادشي كامل ان شاء الله. كنتو يعني وصلتوا البودكاست هنا تبعوا معنا حتى الاخر ان شاء الله، غادي نبارطاجيو معكم هادشي كامل. دونك بغيت نسولك على المدن، شنو هما مثلا المدن اللي كتشوف انهم فيهم اثمنه ديال العقار مزيان، فيهم يعني الفرص مزيانه يعني بالنسبه للناس اللي باغيين يشريو؟ هي الصراحه هادشي هذا ديال اين احسن بلاصه تشري فيها العقار ديالك كيبقى امر شخصي على حساب انت الخدمه ديالك وعلى حساب البلاصه اللي كترتاح فيها. دونك الا سولتيني انا نقدر نقول لك طنجة تبارك الله غادي بواحد الريتم زوين، طنجة، مراكش، كازا تبارك الله، وواحد المدن اخرين اللي بحال مثلا جديده، بحال مثلا قنيطره تبارك الله غادي بواحد الوتيره اللي تبارك الله غزاله، وكتلقى لي بروموتور تما المنافسه زوينه، واحد الفينيسيون غزاله اللي كتلقى ما كايناش، ما كتشوفهاش بلاصه اخرى، كتشوف الفينيسيون كتقول فوالا هذه قنيطره صح. دونك قنيطره حتى هي شهدات مؤخرا واحد الارتفاع في الدوموند كبير، سيرتو ان البوزيسيون ديالها فين جات قريبه لزلا، قريبه للرباط، وجات في الوسط، يعني حتى من الناس اللي ساكنين لتحت كيكونوا كيجيو من الخليج يعني من برا كيدوزوا عليها، كتلقى عندهم تما السكنه عاد كيكملوا الطريق ديالهم، ولا يعني جات حتى البوزيسيون ديالها جات زوينه. الناس الموظفين الناس ديال اللي كيخدموا في سلا ولا كيخدموا في الرباط حتى هما راك عارف العقار في الرباط وفي سلا ولا غالي بزاف، دونك كيبقى لو شوا الاخر ليهم هو قنيطره. بصح ولاحظت قنيطره ولا فيها حتى هي الحي الصناعي وجدت فيها الخدمه، دونك ولات كتجذب الناس من مدن اخرين اللي ربما كتجيهم معيشه غاليه وظروف الحياه اللي كتكون صعيبه، والسكن حتى هو باش يشري واحد السكن كيجي غالي كيقول لهم مشي للقنيطره. دونك كتلقى تما في قنيطره الاثمنه المناسبه، فينيسيون غزاله، كتلقى مساحات كبار، لومبلاسمون زوينه، السوق قريبه للبحر ولا قريبه للسونتر فيل، وكتلقى اثمنه زوينه. فهمتك. انتم اين بلاصه كنتي قلتي لي في مهديه؟ سي عندنا دي بروجي ديالنا، البروجي ديالي ان شاء الله في غاديين كيتبنى دو بروجي. الاولاني عندي فيه دي زابارتمون ديال 25 مليون اثمنه جد مناسبه. فهمتك. وعندي دوزيام بروجي ديالي اللي فيه اثمنه ديال 54 مليون 56 مليون حتى ل 65 مليون. فهمتك. بجوجهم دي بروجي زوينين وان شاء الله قرابين واحد 4 موا حتى 5 موا يكونوا واجدين. او جاو عندك الناس من عندنا كيتفرجوا هنا، الله يودي مرحبا بهم، شي ثمن مزيان شي حاجه مزيانه، دونك مرحبا بكم. خلي لكم انستغرام ديالو يعني الكونتاكت ديالو، تواصلوا معاه، قولوا راه شفنا البودكاست عند نزار. دونك ان شاء الله مازال نجيبوا لكم الناس تاعهم هذه بروموتور ايموبيلي ان شاء الله باش حتى نتوما تستافدوا. وفوالا راه كنت شفت انا الخدمه ديالو صراحه راه عنده خدمه زوينه، وهادو هما الشباب صراحه اللي جبنا معكم هنايا في البودكاست ديال العقار باش تعرفوا على الشباب، يعني باش نحيدوا ديك الفكره ديال راه غير الناس الكبار اللي كيدخلوا لهادشي ديال الفكره غلطه وكاينه بزاف صراحه. اتفق معك تبارك الله، كاين ولاو الشباب بزاف في الدومين هذا واللي يجاو بافكار جداد. فريمون كتلقى لي جون كيتغلبوا على الناس اللي اكسبيرت في الدومين هذا، علاش غير بالافكار اللي جايين بها جدادين، كتلقاهم خالطين ثقافات اخرى بحال الثقافات ديال الناس الامريكان ناس اوروبا، دونك كيجيو بافكار جداد، وهذه حاجه مزيانه الصراحه. اي صراحه حاجه مزيانه، حيت عندنا تبارك الله المارشي ديالنا فيه الناس اللي عندهم اللي ديجا كبار عندهم سميات كبار، وصراحه كاين دابا شباب وهادشي الناس اللي عندهم سميات كبار حتى هما تبارك الله عليهم كيديروا خدمه مزيانه، وكنقول لهم انهم يوقفوا يعني يوقفوا مع الشباب، حيت الشباب جايبين افكار جداد، حيت بغا نشوفوا مغرب اخر يعني بهندسه اخرى بديور اخرين بستيل جديد ان شاء الله. دونك هذه حاجه كتفرح. بالنسبه للناس اللي كتشوف المستثمرين اللي باغيين يستثمروا مثلا الدراري دابا كاينين بزاف، وكاينين البنات اللي كيفكروا كيقول باغي ندير واحد المشروع، فهمتي؟ انا ما عارفش انا باغي ندير اي مشروع يعني يكون مربح، والناس بزاف كينصحوهم بالعقار، حيت العقار
الخاصيه اللي فيه زوينه هو راس المال ديالك كتحافظ عليه، يعني في اسوء الحالات كتحافظ عليه. شنو المشاريع مثلا اللي تقدر تنصح بهم الناس اللي يقدروا اللي كيبانوا لك انت كنقول لك انت شخصيا مزيانين، وقول لي عاوتاني فين البلايص، يعني البلايص اللي يقدروا يديروا فيهم هاد المشاريع؟ وصراحه كيبقى داك الشيء على حسب البيدجي ديالك. بيان سور الا كان البيدجي ديالك كتمشي كبير غتمشي للمدن كبار بحال طنجة، مراكش، كازا، بيسكو كاين دومون تما بزاف. سينو الا كان عندك البيدجي صغير تقدر تبدا لونتوراج ديالك، بحال مثلا ساكن باغ اكزومبل ديزون قنيطره، كنتي ساكن في قنيطره تشوف الدور في قنيطره وتبحث وتكونتاكتي دي زاجون ايموبيليي لي اكسبير في الدومين هذا اللي يقدروا ينصحوك اين بلاصه في المدينه ديالك اللي العقار كيتمشى مزيان وعليه الدومون مزيان. تقلب على البقعه ديالك، هذه باغمي النقاط المهمه في بناء المشروع ديالك، انك تلقى البقعه اللي كتناسب البيدجي ديالك والموقع ديالها زوين. فهمتك. دونك فاش كتلقى البقعه ديالك صافي كتوكل على الله وكتقول بسم الله والكمال على الله. صح. الواحد خصو يدير الاسباب ويتوكل على الله. بصح حيت بزاف ديال الناس كيمنعوا من هذه القضيه ديال راس المال. يعني كنعرف كاين بزاف ديال الشباب وبزاف ديال البنات يعني اللي تزادوا في اسره مثلا طبقه متوسطه، يعني والديه يلاه تقاتلوا معاه باش يقرا ويكمل قرايته، ولا قدروا كيعاونوه في شي حاجه اللي هي قليله، ولا ناس هما اللي كيكونوا ما يعني الوضع المادي كيكون ضعيف يعني ما عندوش، وكيقول لك انا بغيت ندخل العقار. واش كيبان لك كاينه شي وسيله باش انه يدخل العقار ويولي تا هو مستثمر واحد المره؟ الصراحه العقار ما مقتصرش على انك تبني وتبيع، لا العقار كبر من هذا الشيء هذا. العقار عندك تقدر تكري بحال مثلا باغ اكزومبل اير بي ام بي، ما شاء الله حتى هو كيجيب ارباح ماشي قليله بصح وغادي بواحد الريتم زوين. كاين الاير بي ام بي كبدايه الا كان البيدجي ديالك صغير، كاين بزاف صراحه من الدار. كاين تقدر تستثمر انك تشري بقعه، يعني الا ما كانش عندك البيدجي ديال انك تبنيها تسنى واحد الوقيته تعاود تبيعها. فهمتك. كاينين دي جون اللي كيمشيو بالريتم ديال انهم يديروا ريزيرفاسيون ابري كيعاودوا يبيعوا في ديك الابارتمون. هذه باغمي الحوايج اللي ما معروفاش بزاف، ولكن كاين اللي كيديرها. صح. سي كيديروا بزاف. دونك كاين اللي كيجمع واحد لاكليك اللي كانت عنده زوينه ديال صحابو، كيتيق فيهم وبيناتهم الثقه والدراري زوينين كيتجمعوا بعضياتهم كيكريو البروجي ديالهم فهمتي وكيمشيو مزيان. الجماعه كتكون اقوى من بصح. هذه النقطه ان شاء الله غادي غنرجعوا عليها ان شاء الله، حتى هي غادي ندويو عليها على ديال الفريق العمل يعني باش نعطيو افكار حتى هما حيت كاين المقاولين شباب اللي غيكونوا كيتفرجوا حتى هما يلاه بعدين غيبغوا يستافدوا من هاد الاكسبيريونس هذه ديال فريق العمل. حتى كنعرفوا في الدومين ديال العقار اغلبيه ديال الناس كيكونوا مثلا كيكون عنده وكاله عقاريه كيبقى خدام راسو ولا خدام مع جوج ديال الناس ولا مع وحده ولا يعني ما كيكونوش بزاف. دونك غادي نرجعوا ان شاء الله لهذا الموضوع هذا. شنو ما كيبانوا لك احسن استثمارات اللي يقدر يدير الواحد؟ مثلا واحد عنده واحد لاصوم عنده الفلوس وكيفكر يعني كيقول انا هاد الفلوس هذه ما بغيتش نحطها في البنكه، هاد الفلوس ما بقيتش نبقى خازن عندي في الدار نحطها في شي بلاصه، هاد الفلوس انا بغيت نستثمرها ولكن انا خايف يمشيو لي الفلوس. فهمتي يعني في شنو الحاجه اللي تقدر تقول لي استثمر فيها؟ شوف ما كاينش الريسك ما كاينش الربح. فهمتي؟ الا بقيتي ديما كتخاف وكتقول لا وكذا وكذا عمرك ما جبدو عمرك تزيد لقدام. فهمتي؟ دونك العقليه ديال المقاول شنو هي يعني برون لو ريسك، يعني خذ يعني ريسكي. فهمتي؟ درس ماشي كنقول تجي وتلاه، لا درس صح. شوف البروجي ديالك درسهم بجميع النواحي، السلبيات الايجابيات وتوكل على الله. فهمتك. كلشي كيبقى على هذيك الساعه كدير اللي عليك، كدير الاسباب وكتوكل على الله. فهمتك. حيت بزاف ديال الناس كيقول لك مثلا انا مثلا لا جيت ندير لا بروموسيون ايموبيليير وجيت مثلا جيت نبني يعني ندير البني، راه خايف لي صيدوني البنايه انا ما قلتش على هذاك الشيء. فهمتي؟ لا انت واحد ما تزاد معلم ضروري خصك صراحه تخالط الناس ديال الدومين وتعلم منه.
فهمتي. يعني لونتوراج هو اللي كيلعب دور كبير. الا كنت تانتيغرا في الدومين ديال ليموبيلي دونك لونتوراج اللي داير بيك خصو يكون دراري من الدومين ديال ليموبيلي باش تتعلم منهم. صح. وكم صار يعني تعرف بزاف الحوايج. كاين شي قوالب اللي ما معروفاش بزاف الا لا عاشت الناس اللي اكسبير في الدومين هذا. دونك داكشي باش كتزيد تعلم. وبفضل عشان الكونسيبت اللي ديال البودكاست هو الناس كيبارطاجيو معلومات حتى هي حاجه زوينه الصراحه وكنأيدوا فيها. و هادشي اللي كاين زعما الواحد بصح حيت اهم حاجه النقطه كنت كنتشارك انا وياه فيها هو دابا واحد البودكاست ديال العقار ما كاينش. فوالا شي حاجه يعني انك تلقى ناس اللي خبراء في الدومين كيجيبوا شي واحد شي ضيف من شي حاجه اخرى ما كيديروش العقار. يعني كانت هذه الفكره. ودونك راه سي سفيان وعندك سي ايوب من الناس المؤسسين ديال هذه الفكره هذه. ان شاء الله هذه الفكره تكبر ان شاء الله. حيت ان شاء الله هذا الشيء اللي كيبارطاجي معكم راه مهم بزاف. حيت منين الله كتكون باغي تبدا يلا كتكون يعني ما عارفش ما عندكش بزاف ديال المعلومات كتلقى واحد جون يعني باقي صغير وفي الاكسبيريونس ديالو يقدر يبارطاجي معك بزاف ديال الحوايج. راه كاين الناس اللي يقدروا يكونوا عارفين اكثر منه بزاف لكن راه هو ما يقدرش يرجع معاك للور حيت وصل لواحد المستوى ولا صعيب عليه يتفكر البدايات ديالو كيفاش وانت باقي واحد في هذه القضيه حيت هو تفاد ديباس. دونك هاد المعلومات راه كيكونوا مهمين بزاف. سيرتو الا كنتي باغي تبدا يلا انت في هذه المرحله يلاه باغي تبدا باغي تسمع. دونك راه هذا الوقت المناسب هذه المعلومات المناسبه اللي خصك تاخذ. دونك واحد مثلا كيبان لك باغي يبدا لا بروموسيون ولا باغي يبدا البني في الدومين ديال البني حيت راه معروف فيه الربح كما كنقولوا فيه الريسك يعني فيه المخاطره وفيه الربح كبير. شنو الحوايج اللي تقدر تقول ليه واحد يلاه باغي يبدا؟ يدرس المشروع ديالو مزيان يريح مع راسو يشوف البيدجي اللي عنده يسول ما تحشمش سول يعني هذه حاجه اللي خصك تسول فيها سينو غادي تقولب. فوالا تجمع واحد الباكاج ابري توكل على الله تشري البقعه ديالك. فهمتك. البقعه خصها تكون في بلاصه زوينه يعني حتى البلاصه ديال البقعه درسها مزيان. وقبل ما تشري البقعه درس البيدجي ديالك باش ماشي تشري شي حاجه اللي فوق الجهد ديالك وما تقدرش تبنيها تولي معطل حتى من واحد الناحيه الربح في الوقت. دونك تشري البقعه تكون في بلاصه مزيانه. البني حتى هو تختار شي بلون اللي يكون زوين يعني دير الصاله ديال الدار تكون زوينه ترسم من جميع النواحي. الناحيه ديال ان الدار تكون مهويه مشمشه مزيان كل يعني جميع المساحات مستغله احسن استغلال يعني مكاينش مساحات ضائعه. الصالون يكون على حقه طريقه لا كويزين حتى هي. البيوت حتى هما يكونوا واحدين حقهم في السوبرفيسي. والفينيسيون خلاص فينيسيون راه هي باش كتبيع راه كاين اللي كيدخل كيعشق البارطمان كياخذها كاين فوالا. دونك الفينيسيون حتى هي كتلعب دور كبير وصافي هادشي اللي كاين. دونك كما سمعتوا حتى القضيه هادو معلومات مهمين. ومثلا بالنسبه للناس اللي باغيين يبداو وكاله عقاريه كنعرفوا حتى انت راه اجون ايموبيلي عندك الخبره يعني في الوكالات العقاريه باش كتنصح الواحد يبدا من اين ناحيه زعما يبدا؟ دابا مثلا واحد يلاه باغي يدخل باغي يدير وكاله عقاريه باغي يصاوب الوكاله العقاريه ديالو باغي يبدا داكور. شنو الحوايج اللي خصو يدير قبل ما يبدا؟ واش يمشي يتعلموا الاول يسوال يمشي يخدم يعني شنو النصيحه اللي تقدر تعطيها؟ دونك اول حاجه يدير هو انه يجمع واحد العدد ديال لي برودوي فهمتي باش كوم سا لي كليون اللي كيجيو يلقى لهم لا سوليوشن. دابا الكليون فاش كيجي عندك كيجي بروبليم دونك انت خصك تلقى له لا سوليوشن. باش تلقى له لا سوليوشن خص يكون عندك بزاف ديال لي برودوي. دونك اول حاجه دير هي تجمع لي برودوي تكري دي كونتاكت مع دي بروموتور. ابري توكل على الله وتبدا لا بروموسيون ديالك تكري دي ريزو سوسيو تما كيلعبوا دور كبير في الوكاله العقاريه. تكري الريزو سوسيو ديالك وتبدا تصور دي فيديو خصهم يكونوا بون كاليتي يكونوا بروفيسيونيل تلعب على الاضاءه المونتاج المعلومات توصل المعلومات كامله حيت كاين لوح فيديو ما كيديرش فيه مثلا البري ولا ما كيديرش سوبرفيسي. صح. دونك هاد الحوايج اللي صراحه خصهمش يداروا.
دونك خصك تلوح المعلومه مادام كتبارطاجي، دونك تبارطاجي المعلومه كامله وتكون الشفافيه والصدق، ان شاء الله تكسب ديك اليوم ان شاء الله. دونك الناس هانتوما دابا بجوج عطيناكم جوج المشاريع يعني كيفاش تبداو واليوم نصائح، ومازال ان شاء الله نرجعوا للكوتي ديال المشاريع. دابا كنشوف بزاف ديال الناس يعني كيفكروا باش يشريو، حيت ملي كندويو على السكن الاقتصادي وعندنا اغلبيه في المغرب كيتباع السكن الاقتصادي، يعني الاغلبيه عندنا في المغرب والطبقه سميتو القدره الشرائيه هي ديال السكن الاقتصادي الاغلبيه ديال الناس. دابا هاد الناس دابا حيرين حيت كيسمعوا كاين دعم جديد، فهمتي يعني واش يشريو الدعم الجديد واش يشريو السكن الاقتصادي، يعني فين البرايس فين غادي كيسمعوا المونديال، يعني الانسان راه الدماغ ديالو كيتخرب المستقبل ديالو جايين الاولاد اللي كيستريس ارتفاع الاسعار فين غنمشي واش غنمشي هنا. دونك هاد الناس هادو يعني اغلبيه ديالهم باغيين يعرفوا شنو هو في نظرك انت، واش احسن لهم يشريو من الدعم ولا يشريو من السكن الاقتصادي، ولا مثلا يسكنوا في عند يعني في احياء عندي بروموتور صغار ولا يسكنوا في مجمع سكني كبير، ولا يمشيو للمدن اللي فيهم يعني اش كنقولوا يعني مدن كبيره اللي فيها الفرص، ولا انا عرفت السؤال كبير وصعيب، حنا بغيت غير تعطي نصائح يعني الناس واش الدعم ماشي الدعم، فين البلايص فين يسكنوا، البلايص اللي امنه، البلايص اللي مزيانه الاثمنه. دونك بالنسبه لهاد القضيه هذه على حسب السيتوياسيون ديال الواحد، الا كان بيان سو ما عندوش لي مويان راه السكن الاقتصادي تيبقى هو الشوا الوحيد اللي عنده. سينون الا كان عنده المويان انه يشري في المويان ستوندين، فانا كنصح انه يفيتي السكن الاقتصادي ويمشي للمويان ستوندين، فهمتي يعني شي حاجه اللي يعني ماشي غادي تشري تريكو ولا طوموبيل اللي غدا ولا غدا تبدل، لا هذه شي حاجه كيتسمى بروجي، حتى هو بحد ذاته راه بروجي ديال الحياه. دونك الا كان عنده المويان يشري في المويان ستوندي، فهمتي. كيسيون القضيه ديال الدعم، بصراحه القضيه ديال الدعم حاجه زوينه، واللي كنشوف بزاف ديال الناس اللي كيحاولوا يفيتيو كيقول لك انا ما عندي ما ندير، لا تيقول لك هادشي هذا ديال الدعم لا كذوب ولا ما كاينش ولا فهمتي ما ندخلوش لراسو، ولا كيجي شي حاجه اللي كومبليكي. لا الدعم شي حاجه اللي سهله، ماشي شي حاجه اللي كومبليكي، حتى كتدفع السيج كردوا لك في يومين حتى 3 ايام باش تخرج لك الدعم ما خرجلكش، من فوق كردوا لك كتمشي عند النوطير والمسائل ديالك كامله كتتم عند النوطير، هو كيتكلف لك المسائل كامله، ما كاينش شي بروسيدور اللي كومبليكي، فهمتي. دونك الدعم 7 مليون شي حاجه اللي زعما اللي دارت الدوله، شي حاجه اللي كتعاون بها الناس اللي بادين حياتهم يعني من جديد وكذا، حاجه مزيانه الصراحه، وكنصح الناس يحاولوا يستافدوا منها، وهذه فرصه وماشي فرصه اللي ديما كاينه، راه دايره واحد البيدجي اللي واحد المده قصيره فوالا غادي تحيد. دونك لو كنتي كتقلب كتحاول تشري، فراه حاليا هذه راه هي فرصه مناسبه ديال انك تشري العقار ديالك، سينو كيف قلتي جاي المونديال وغادي يكون ارتفاع في الاسعار، هذه شي حاجه اللي كنطرقوا يعني شي حاجه اللي جايه يعني. دونك لو كنتي كتفكر تشري فراه هذا هو الوقت المناسب ديال انك تشري. بصح حيت اغلبيه ديال الناس كما وصل لكم الفكره ديال الدعم، حيت انا كنشوف نفس القضيه يعني مثلا حيت كاين بلايص اللي تقدر تستافد منهم في الدعم، علاش ما تستافدش منه، فهمتي. حيت الدعم امتى ما كيكون ماشي هو هذاك. دابا مثلا انا غنمشي لواحد البلاصه لقيت فيها ابارتمون دايره ب 20 مليون، في نفس البلاصه غنلقى ابارتمون دايره ب 30 مليون وكيعطوك 10 ديال الدعم، يعني هي ما هي يعني هذيك الساعه ما كتبقاش صالحه لك الدعم. اما الا كنتي واحد البلاصه غتمشي تاخذ فيها وهي اللي بوحدها كاين فيها الدعم، تستافد من الدعم، علاش لا. يعني راه يعني حيت بزاف ديال الناس سمعوا بزاف ديال الحوايج سلبيه، هما كاين الحوايج السلبيه ولكن راه كاين الحوايج الايجابيه، كاين الناس كتستافد، فهمتي. يعني راه عرف شنو هي الحاجه علاش بزاف ديال الناس ما استافدوش، راه ماشي حيت داكشي معقد وداكشي صعيب، راه ما لقاوش المنتج. راه تشوف تلقى المنتج في البلاصه اللي بغيتي وفيه الدعم طحن، راه الناس راه ما لقاتش المنتج ولقاتو غتفرج هذيك الساعه واش غادي تطحن ولا ما غاديش تطحن. دونك الناس راه كاين هاد السلبيه، وصراحه كنا بارطاجي انا كتبارطاجيت فيديوهات كنت كندوي على شي حوايج اللي هما علاش كنبارطاجيو حوايج اللي سلبيه،
حيت كنحاولوا نشاركوا الحقيقه مع الناس يعرفوا شنو هي الحقيقه. انت دابا راك عرفتي الحقيقه، انت عرفتي عاوتاني حقيقه اخرى. يعني راه ماشي غنسمع واحد الحاجه خصني نعاود نسمع جديد ونعرف السوق ديال العقار. هادشي علاش هاد لي بودكاست مزيانين. والمعلومه دابا راه كلشي كيتبدل، القوانين كيخرجوا جداد، اير بي ام بي غيديروا عليهم ضريبه. يعني باش تكونوا عارفين العقار حتى هو واحد ولا في العالم كامل دغيا 3 شهور تلقى هادشي تبدل. يعني ما تبقاش تسمع حاجه سمعتيها 6 شهور ولا هذه ولا 3 ولا 4 شهور وكتقول صافي راه هي اللي كاين. لا راه ماشي هي اللي كاين، ديما الجديد. فوالا هادشي اللي كاين. واحد القضيه كاين الناس عايشين برا ما عارفينش بلي كاين حتى شي حاجه سميتها الدعم، ما عارفينش بلي حتى هما يقدروا يستافدوا من الدعم. كاين الناس اللي عايشين برا عندهم السكنه برا وما عندهمش السكنه في المغرب واستافدوا من الدعم، حتى هما استافدوا من الدعم. بصح سي ما عارفينش هاد القضيه بلي راه كاينه بوسيبل. بصح راه كاين هاد القضيه. راه بزاف ديال الناس على برا راه حتى حنا ملي كيجيو يديروا معانا راه كتلقاه هو عايش في واحد العالم، في واحد القاره، عايش في قاره وغيهبط لواحد القاره اخرى. يعني تما قوانين وداكشي، وهنا غيهبط هنا قوانين بوحدو. راه كيدخلوا المساكن ما عارفينش. بزاف ديال الناس كيتواصلوا معنا كيفاش ندير، شنو هو هذا البيع. يعني بزاف ديال الناس مساكن على برا كيخافوا حتى كيسمعوا على العقار. هادي عندك حدي راسك، كيولي يجي هنايا وخايف، فهمتي. ناري فهمتي. يعني الناس على برا ما كيعرفوش. حنا راه كيتواصلوا معنا قبل البروجي الجديد على الجهد. الناس ديال برا، الناس ديال الجاليه على الجهد. الناس ديال الجاليه كتجي كتبغي تخلص كاش. يعني كتجي كتقول لها 20 مليون، راه كتبان لي بحال ياخذ الطوموبيل ولا ياخذ شي حاجه غيضرب بها دويره. دونك الناس ديال الجاليه عندهم هذه القضيه هذه، غياب في المعلومات. ولا شفتي اكبر المعارض اللي كيديروهم الناس ديال الجاليه، يعني كيمشيو لبرا كيحاولوا يوصلوا لهم. رغم ذلك ما كيوصلوش لكل شيء، حيت ملي كتعيش انت في بلاد اخر وكتكون بحال غتدخل المغرب راه داخل البلاد اخر. انا كندوز الغربه 3 سنين، راه فريمون ملي كتمشي تما كتدخل في ذاك العالم وكتغرق، كتنسى واحد العالم اخر كنتي فيه هنايا. كتولي ما عارف منين تمشي، منين تدخل، منين تخرج، من حتى شي حاجه. دونك الناس ديال الجاليه راه كيبغيو اغلبيه ولاو دابا كيبغيو الاستثمار. مثلا في نواصر الناس شحال هذا كانوا كيجيو كيقول لك غادي نشري ابارتمون، نشريها مثلا ب 56 مليون تما في نواصر، ما بقى نجي لها في الصيف. دابا ولا كيقول لك نجي ناخذ استوديو ولا هذيك ب 56 تما، ولا شي ابارتمون ب 70 كاع ونكريو ما نديرو اير بي ام بي. شايف العقليه تبدلات. مابقاش المغرب اللي كتعرفوه والله ما بقى كاين شي حوايج كلشي تبدل. الحمد لله راه كيتبدل الاحسن. الحمد لله. كاين تغير صراحه الاحسن. وكاين بزاف ديال الناس صراحه وعاود. دابا شحال هذه الناس كانوا بحال الوالدين ما كانش عندهم معلومات على الاستثمار وداك الشيء. لا كانوا كيجمعوا الفلوس وكيشدوها كيخليوها، وشنو كيديروا صاحبي كيشري دار. ملي كيشري دار كيعاود ثاني نفس القضيه، حيت مولف كيجمع. هذه القضيه ديال الستوك الفلوس ما خداماش. انفيستي كيستوكيو واش كيعاود يشريو الدار الثانيه، حيت ما عندهم ما يدير بالفلوس. دابا ولاو كيعرفوا راه كاين مثلا غناخذ بيروات، فهمتي. نمشي نشري بحال دوك البيروات اللي عندنا في رش نوار داخل واحد 6500 ولا 9500 درهم في كل شهر، فهمتي. يعني راه هذاك راه صالير كاين اللي كيمشي يبقى يخدم عليه باش واش المغرب راه مازال فيه الغفله. راه مازال فيه الغفله. يعني الناس اللي عندها واحد البيجي باغا تستثمر في المغرب فريمون كاين ناس بزاف من برا كنعرفهم جاو خلاو برا، خلاو اوروبا، خلاو وجاو المغرب ينفيستيو تانستراو في المغرب. علاش؟ المغرب مازال فيه الفرصه، مازال فيه الغفله، مازال عندك فين تانفيستي. بصح مازال فرص المغرب مازال فرص. راه عندي الدري صاحبي من اسبانيا قال لي راه جات تصدم. كنت درت معاه في واحد في لي سيكتور هنا في كازا. قال لي راه البني محرك. قال لي زعما في اسبانيا واقف، حيت علاش؟ حيت اوروبا راه تبنات وسالات وقفوا. انا داكشي اللي كان اللي كنبنيو فيه حنا وما سالاوش صافي. ديك المشاريع روطوروت كاينه، كلشي كاين، بنيه المطارات، بنيه تحتيه، كلشي كاين، وقفوا. يعني ولاو كيتشمشوا. حنا باقي خاصنا كلشي. هذا اللي هبطتي لموريتانيا، موريتانيا دابا راه جنة عند لي بروموتور جنة. باقي لا كتبنوا افريقيا كامله ما كاين والو. غتخيل ما عندك غادي خدام. شو دابا الضوحه شنو كيديروا في افريقيا ولي جروب الكبار اللي كاينين في المغرب صافي راه مشاو لافريقيا. هذا ما كيسيرش. بالنسبه للاقتصادي في المغرب على حسب المعلومات ديالي راه ما بقاش. يعني هذه الموجه الاخرى. بنايه جداد لهنا وقدام ما كاينش شي حاجه سميتها سكن اقتصادي. كاين الدعم حاليا، كاين الدعم.
وهاد الفرصه ديال السكن الاقتصادي اللي غيزقلوها غيندموا عليها، حيت هذه اخر فهمتي اخر ابل يعني. وجات واحد الوقيته مزيانه، حيت داك السكن الاقتصادي الوقيته اللي تبنى فيه كانت مازال يعني البقع كانوا مازال رخاص، كان مازال ديال العامله البنايه ما كتخلصهمش بواحد الثمن اللي واطر، حتى المواد البناء كانوا يعني كان اثمنه مزيانين وهما تبناو بثمن مزيان. وفي هذاك الوقت دونك هو هذه الموجه الاخر ديالهم باقي واحد فيهم ستوك. دابا كاين افونتاج هو الناس باقي عندهم ستوك، ولكن هذاك ستوك دابا راه حيت ملي غيهبط التضخم وغيهبط سعر الفائده غادي كيهبط، راه بدات الهبطه ملي غيشد لتحت بزاف اغلبيه ديال الناس غيبغيو يشريو ويدخلوا لهذاك ستوك. هذاك الشيء اللي باقي في السوق اثمنه غدير تفرق ما غيفهموا والو. دونك دابا كاينه الفرصه يعني بحال هاد لي زابارتمون اللي كيبيعوا مثلا فين 25 مليون مزيانه يعني بفينيسيون مزيانه. وصراحه قنيطره راه 25 خديتينا في كازا شري في الاخر ديال الرحمه. لا قنيطره البلاسمون ديالهم زوين، الفينيسيون ديالهم زوينه وكاش منهم مخير. والله الا في كازا ماشي كازا الاخر ديال الاخر ديال كازا هو 25 مليون، حتى واحد ما باغي يسكن تما. هادو دي زابارتمون اللي قرابين البلايص فين كاينه الخدمه، يعني الناس اللي كيجيو من برا قنيطره كيخدموا مثلا في كيتانستاو في المصانع اللي كاينه في قنيطره مثلا، فهمتك. دونك يحتاج فين يسكن هاد، وكاينين قرابين البلايص فين كيخدموا، وكاينين قرابين تمايا دي زابارتمون بهذا البيجي ديال 25 مليون. فوالا الاخوان هي دابا بحال دابا القنيطره فيها الاثمنه اللي هو مزيان المدينه اللي عندها مستقبل، يعني جاي واحد المستقبل واعر جديده حتى هي يعني غاديه بواحد الريتم تيزوين والعقار فيها رخيص وجاي عندها واحد المستقبل. عاد كاين المدن صغار بحال المحمديه، هادشي خصكم تردوا ليه البال حد السوالم ما تحكرش هادشي. يعني كيقول لك راه دايرين غير قراب، ولكن هادو راه بن سليمان مثلا تي سميتها اللي غيدير فيها المونديال اللي غيديروا فيها الملعب يعني حتى هي. دونك اخوان باش يفكروا مزيان، حيت كاينين بلايص فيهم عقار اللي هو زوين وكاليتي مزيانه وبثمن مزيان. دونك هذيك راه فيه واحد الفرصه اللي هي كبيره. والمغرب راه علاش العقار ديالو مزيان؟ حيت كيستثمر في البنيه التحتيه. البنيه التحتيه وعاد زيد عاوتاني مع المونديال والتيرانات وهادشي ديال ال جي في الاطارات السريعه، وعاد دابا الطيران ولا رخيص. يعني خصكم توعاو بهادشي، فهمتي؟ توعاو بهادشي حيت تعرفوا يعني المغرب فين غادي. بصح ولا شمينا غدا كطلع ولا دومون كطلع معانا، هذا دومون كطلع ماشي كتهبط بصح. دونك بالنسبه للبقع فكرتيني في موضوع ديال البقع. حنا عندنا واحد البقع مثلا في بوسكوره يعني استثماريه. دابا مثلا كتقدر تنصح يكونوا 5 ديال الشباب يتجمعوا بيناتهم يشريو بقعه، فهمتي؟ يبنيوها. حيت مثلا كيكون راس المال كتكون مثلا شي في الاول كيكون صعيبه الا كان شي غتبني انت بوحدك وبراس المال كبير. يعني الا كانوا مثلا 5 ديال الشباب بحال هكا كيتجمعوا كل واحد كيدخل بواحد المونطون ديال الانفستيسمون، واحد المبلغ ديال الاستثمار ويبنيو. واش كتنصح انت بهذه الفكره يديروها؟ كنصح بها كبدايه ما كانش عندك بيدجي وباغي تبدا. دونك علاش لا ما تجمعوش باش انفيستيو فلوسكم. مثلا ابارتمان مثلا ديزون واحد البروجي اللي فيه 3 ديال لي زابارتمون، يعني 3 الناس يقدروا يبنيو داك البروجي. يعني تجمع من هنا كل واحد كذا كيدخل هذاك البروجي تعاودوا فيه البيع، كيخلي واحد لاصوم اللي زوينه ديال الربح، وهذيك لاصوم اللي يخليك ديال الربح ماشي تخسرها ولا كذا، لا تعاود تدورها، تعاود تامسي منك كتعلم، منك كتكون غير بحال هكا. حيت انت يلاه كتوقف على رجلك يعني درجه سينو جيتي يعني داكشي اللي ربحتي تخسرو وكذا، لا ما يمكنش ما تزيدش لقدام. فهمتك؟ يعني خصك تكون واحد العجله تانفيستي، خصك تكون عندك مونطاليتي تانفيستيسيون. حتى نتوما كديروا هاد القضيه مثلا تبيعوا بقعه لشي وحدين وتوريوهم تعاونهم كيفاش يبنيو ويطلعوها. كنتكلفوا بالبني، كنتكلفوا بالبني الكرياسيون ديال الشركه البني. يعني كنقدروا نرافقوك في الطريق كامل ديال انك تبني البروجي ديالك. فهمتك؟ يعني من انك تكري الشركه ديالك حتى انك تشري البقعه ديالك حتى انك تطلع الدار ديالك. فهمتي؟ نقدروا نمشيو معاك حتى انك تبيع الدار ديالك، نقدروا نكلفوك حتى بالبيع. ومثلا الشباب بغاو بحال كيبداو يعني يبداو يشريو من عندكم بقع، مثلا ياخذوا من عندكم بقع بغاو نصيحه، فهمتي؟ يعني كيقول لك مثلا انا ما عنديش دابا باش نخلص شركه
حنا يلاه بادين باش تقدروا توريونا كيفاش نديروا كيفاش نانفيستيو نجيبوا الفلوس هذه كديروا هذه القضيه ولا لا؟ سي كنديروها بيان سور، يعني ضروري كيجي عندك شي واحد اللي باغي مثلا يبدا يشري بوقعه باش يبدا انفيستي، كتعطيه كتحط له كاع الوراق، كتقول له اشنو خصك اشنو خصك اشنو خصك، هو كيبقى له الشوا ديالو، ما تقدرش تهز له شي حاجه بيان سور، يعني كتوضح له الفكره وتعطيه كتبارطاجي مع المعلومه. فوالا فهمتك. دونك كتبارطاجي مع المعلومه ولا ديسيزيون كتعاونوا فيها، لكن لا ديسيزيون الاخرى كتبقى ديالو. صح شباب، هذه فكره مزيانه، حيت حنا كنديروا نفس القضيه يعني في البقع اللي كاينين في البوسكور نفس القضيه. دابا مثلا غنشوفوا شباب اللي يلاه بادين يعني ما عندهمش الاكسبيريونس بزاف، ما كيعرفوش الحساب، كتجلس معاه كتقول ليه ها انت هو الحساب اش خصك دير الفلوس، بشحال غتقام عليك القضيه، شنو خصك دير، فهمتي؟ حيت بزاف ديال الناس ما كيعرفوش ديك المعلومه انك ملي كتجي كتبغي تبني ما خصش يكون عندك فلوس كامله ديال البروجي، بعض المرات غير كتبدا كتبدا تبيع بشويه بشويه. ممكن كاين بزاف راه يشرح لكم تقدر توريهم في هذه النقطه هذه. شنو نقول لك، بحال مثلا كاين اللي كيبدا كاين اللي كيكون عندها معارف غير لي كونتاكت، حتى لي كونتاكت كيعاونوا في هادشي هذا، دونك حتى لي كونتاكت المعارف راه هما راس مال، فهمتي؟ دونك الا كان عندك مثلا غير شي واحد في الدروكلي مثلا باغ اكزومبل اللي كتعامل معاه واللي كتعرف بلي بيناتكم الثقه، يقدر يكوني في السلعه حتى تبيع وتقدر تخلصها. مع الميت هي لا ميم شوز، تقدر مثلا يعاونك في البدايات ديالك، يصبر عليك يعني يخدم لك ويصبر عليك حتى مثلا تبيع البرمه الاولى ديالك ولا تبدا البيع وتخلصوا ولا توفر الفلوس وتخلصوا. يعني ما تحبسش راسك لا ما كاملش عندي فلوس دونك راه ما نقدرش نبدا، لا بصح الا عندك واحد لاسون ديال الفلوس درس البروجي ديالك، توكل على الله، داكشي كامل كيجي من بعد ياك. عاوتاني ماشي تقول لي عندك 5 مليون ولا 10 مليون في حاسك تجي عاوتاني بحال واحد الناس كيقول لك كيفاش نستثمر بزيرو درهم. لا يعني راه حيدوا ديك الفكره ديال غنجيب 5 المليون غنجيب زيرو درهم، راه ما كاين شي حاجه سميتها زيرو درهم. شي الا كان عندك زيرو درهم في الكونت ما يكونش عندك زيرو درهم هنايا، فهمتي؟ حيت على الاقل خصك تكون كتعرف دير شي حاجه كما قلتي انت. يقدروا يبداو يعني مثلا يبيعوا يشريو في لي زابارتمون بما شويه راس المال، يعني راه ماشي ضروري حتى غتدير سمعتي لا بروموسيون جاي اخا هي اللي غنديرها، فهمتي؟ هي اللي غنديرها، فهمتي؟ وبغيت نناقش معك واحد الفكره واحده اخرى. بزاف ديال الناس كيقول لك الا بغيتي دير هاد لا بروموسيون ايموبيليير راه خصك ضروري راس المال، فهمتي؟ دابا راه ناقشنا مثلا فكره، دابا واحد ما عندوش راس المال وباغي يديرها، ولكن هاد السيد شنو عنده؟ كيمشي يجلس مثلا مع لي بروموتور وداكشي، عنده معلومات كثار، فهمتي؟ يعني تعلم مزيان وكان كيرافق لي بروموتور وكيشوف معاهم الخدمه وداكشي. واش هاد السيد اللي جا وقف شي نهار على لي بروموتور وقال لهم راه بغيت الفلوس باش نبني، واش كاين احتمال انه يعطيوه؟ عارف مزيان فهمتي؟ لا هذا ماشي ما عنده والو، راه عنده اهم حاجه انه عنده معلومه، فهمتي؟ راسو عامر. دونك شنو اللي خاصو؟ غير راس المال، خاصو غير الفلوس. دونك كاينين شي وحدين، كاين شي ناس انت براسك اي واحد عنده شي واحد من المعارف ديالو كتلقى عنده الفلوس ولكن ما عرفش شنو يدير بهم، كتدخل مع شريك. كاين هاد القضيه هادي، انت عندك المعلومه عندك الاكسبيريونس، هو داخل بالشكان فوالا، وكتفاهموا على الرباح، كتقسموا الرباح المسائل، كتجلسوا اطاب في الاول، كديروا النقاط على الحروف وصافي كتبداو نوصلوا. ولا هذا رساله للاصحاب زيرو درهم. دونك راه زيرو درهم عمرها ما كانت العائق باش انك تبدا في اي بروجي كيف ما كان. دونك هذه شنو هي الحاجه اللي خلاتك تبغي العقار؟ واش العائله شفتي مثلا العائله ديالك توجهوا لهذا الشيء، ولا انت من الصغر ديالك وكان عندك واحد الميول كتقول راه واخا كنقرا هنا كيعجبني هادشي ديال العقار؟ انا من اياماش دار ديكور تما انا كيعجبني العقار، اي حاجه عندها علاقه بالعقار ودومين لي زوين، العقار دومين لي زوين. وعاد زيد العائله ديالي عائله ديال يعني ديال كابر في الموبيليي، كابر في العقار، داكشي باش اختاريت هذا هو الطريق ديالي، فهمتك؟ داكشي باش كتلقاني كندير شي حاجه اللي يعني فاش كندير العقار كندير شي حاجه اللي عاجباني،
داكشي باش كنبدع فيها وكنعطي فيها الحمد لله. وديما كنصح اي واحد انه يدير شي حاجه اللي كتعجبو باش يمشي فيها بعيد، حيت الا كنتي كتفيق الصباح وغادي تخدم واحد الخدمه اللي انت ما عاجبكش ما تمشيش بعيد فيها. صح يعني شي حاجه اللي غتعجبك راه تحس براسك كتخدم بلا كتبدع فيها، تلقى راسك كتبدع فيها وكدوز فيها الوقت وانت ما حاش. كيعجبك هادشي ديال الديكوراسيون بيان سور ديال انت ما كديرش هاد القضيه مثلا كتقدر بعض المرات دي زابارتمون تفرشهم وتبيعهم ولا مثلا ولا الغونوفلاسيون ولا كتخدم مثلا في هاد القضيه حتى هي كتبروبوزي مثلا شي سيرفيس ولا شي حاجه على الناس اللي باغيين يديروا لا ديكوراسيون. الصراحه ما كنديرش هاد القضيه هادي، ولكن ناصح هي اقتراح من عندي باش يزيد ما نفكر فيها الصراحه. حيت الحاجه ملي كتكون كتعجبك وكتفرج ضروري كيكون عندك افكار، فهمتي يعني افكار تقدر تحط مثلا هاد البلاصه كتشوف الديكور كتقول هذا راه يقدروا يديروا لي بحال هكا، فهمتي يعني كيكون عندك. وهذه هي صراحه في العقار راه حتى القضيه ديال الديكوراسيون خدامه مزيان. راه كاين شي ديال الذكاء الاصطناعي كيشد ابارتمون كتحط فيها كتحط ناموسيه هنايا هادي هنا وما كيعطوك تقاد داكشي اللي بغيتي، فهمتي يعني تشد داكشي كيتصور كيولي 3 دي ولا كيولي كيولي هو كنخدم به. فاش كنبغي نصيب شي بروجي ضروري من الحوايج اللي ضروري نديرهم وانني ندير واحد 3 دي اللي باش كنشوف كيفاش غادي يطلع داك البروجي، فهمتي كنبدل فيه وكنصيف فيه حتى تنلقى راسي مقتنع عاد كنحطو على ارض الواقع، فهمتي يعني كنشوفو قبل ما يتبنى. فهمتي هنا هذه من الحوايج اللي كتنفع فيها لافورماتيك اللي مزيانه. دونك هاد القضيه اللي كنقول لكم راه صراحه كاينين ندير لوجيسيال بالذكاء الاصطناعي. دابا كتبان لك مثلا صالون كيبان لك صالون مفرش وكلشي كتورك على شي حاجه كتقادو كيبان لك خوخوها، فهمتي يعني خاوي من الفراش كتشوف تقدر تحسب عليه المساحات ديالو. يعني هادشي صراحه الاخوان هو المستقبل. دابا هادشي اللي كنعاودوا لكم في هادشي اللي جالسين حنا وكندويو معكم كيبان لكم غريب غيولي عادي يعني دابا مع الوقت وغيزيد شويه الوقت غتولي عادي. انت جالس من تما وكتفرج الدار ديالك من التليفون ولا كتشدها وكتخويها وكتشوف راه كاين حتى العبارات كتعطيك الكاميرا بحال هكا كتعطيك شحال العبار شحال فيها في هذا البيت تدخل. هذا لي فيزيت الناس اللي ولاو كيديروا دابا لي فيزيت كيدوروا كيشوفوا الديور غير يعني ديك التور فيرتوال يعني كيشوفوا دونك هادي واحد لا تكنولوجي الصراحه باغا تزيد القدام ديال التور فيرتوال لان غادي غتنقص بزاف ديال الثمن على الناس ديال اللي بعادين. حيت فريمون كاينين الناس اللي كيجيو من برا كيضربوا الطريق كيجي مثلا بلايص بعاد كيجي مثلا مقصد واحد لابارتمون باش يشوفها الوغ كيلقى ماشي هي اللي شافها فوالا اللي شاف التصاور مثلا ولا كذا، فهمتي كيبقى حيت راه البروسيدور اللي انك تقلب على البارتمان اللي تعجبك راه ما ساهلاش. صح راه الناس كيضربوا الطريق وكيمشي ويجي باش يلقى البارتمان اللي عجباش كيضرب ثمن باش يلقى ديك البارتمان. دونك تشوف فيرتوال حاجه اللي زوينه واللي باغي الصراحه تزيد يعني تعمم ويعرفوها الناس، فهمتي. واش كتقول مثلا على الناس اللي يعني ناس مثلا كيبغيو ياخذوا واحد لابارتمون كيبان ليه راه قرار مصيري يعني حياته غادي يربطها ولا غيمشي لواحد البلاصه وغادي يسكن فيها. ولا لاحظتي يعني اغلبيه ديال الناس ملي كيبغيو يشريو العقار كتلقاهم شويه مستريسين، كتلقى ستريس يعني ستريس طالع. ماشي بغيت تقول للناس مثلا اللي حيت اغلبيه ديال الناس ما كيعرفوش يقلبوا على الدار اللي بغاو ما كيعرفش يدخل يعرف لي بروجي اللي مزيانين لي بروجي البلايص يعني مثلا الموقع ما كيعرفش يحدد البلاصه فين يسكن ما كيعرفش بزاف ديال الحوايج. بغيتك تعطي نصائح لهاد الناس اللي قبل ما يسكنوا بحال مثلا كاين ناس قبل ما يسكنوا كيمشي يقلب ديك البلاصه كيسول على الجيران اللي ساكن في داك البلاصه اللي باغي يسكن فيها بالضبط. كيمشي يشوف داك الموبل اللي ساكن فيه واش كاين فيه شي واحد حماق شي واحد بسيكوبات شي واحد يعني كيقلب. يعني بزاف ديال الناس ما كيعرفوش يديروا هذه القضيه، بزاف ديال الناس ما كيعرفوش داكشي ديال الوثائق يعني ديال الاوراق النوطير فين غنمشي فين غادي نجي. دونك شنو هما النصائح اللي تقدر تعطي لواحد المستهلك اللي باغي يشري دار؟ في هذه النقطه هذه الصراحه ضروري تسول شوف سير شوف الكارتي شوف البلاصه
اللي تشري فيها الابارتمون حتى تكون مقتنع بالكارتي عاد توكل على الله خذ في ديك الكارتي الابارتمون اللي انت باغي عاد قلب على الابارتمون في ديك الكارتي حيت كاين بزاف ديال الناس اللي باعوا الابارتمون ديالهم ماشي يلاه شراوها وباعوها علاش حيت ما لقاو داك الكارتي زعما ماشي ما عجباتهمش ولا فهمتي دونك مزيان قلب سول البروموتور اللي هادشي ما عنده سول عليه شوف السمعه ديالو في السوق تركها في السوق مخلطه كاينين ناس زوينه وناس زوينه بزاف كاينه وكاين الناس اللي الله يهديهم ضروري في اي دومين كاين الناس الله يهديهم دونك سول على البروموتور سول على شوف الكارتي الجيران سول عليهم حيت ماشي تشري تريكو ولا تشري طوموبيل اللي غدا ولا غدا تبدلها لا بصح الابارتمون شي حاجه اللي تعيش فيها وداكشي كيبقى تيسير الله فهمتي بصح كتوكل على الله بصح حيت لاحظت اغلبيه ديال الناس ملي كيجيو يشريو بحال مثلا ما كيمشيش يطلب الخبره العقاريه يعني ولا يمشي عند واحد الطوبوغراف مثلا اللي غادي يشوف ليه يعني غادي يتاكد ليه من واش ديك الدار اللي شرا يشوف ليه البلان ديالها واش هو هذاك هو البلان ديالها ولا البقعه واش هو هذاك البلان ديالها يعني الناس ما كيمشيوش عند الخبره العقاريه كاين ناس ديال الخبره العقاريه تقدر تعطي 2000 3000 درهم الناس كيخدموا في طوبوغراف حتى هو 2000 3000 درهم كيقلب لك كيف ليه كلشي يعني انت ما تبقاش تحمق راسك حيت كاين الناس راه كيوقعوا لهم صدمات كبار كنسمع انايا في يعني في الدومين ديال العقار كيوقعوا لهم يعني انت كتقول ما غنخلص غنزيد 3000 درهم ماشي شنو مشات ل 30 مليون ماشي شي الناس مشات لهم 300 مليون يعني راه هاد القضيه هذه خصكم تستافدوا منها راه كاين الناس المحاكم كيخدموا معاهم خبراء محلفين الناس كيفهموا في العقار الناس خصكم تمشيو تقلبوا عليهم يعني انت ما غتخسر والو زيد 3000 درهم انت اصلا راك ملي كتبغي تشري ابارتمون ولا كتشري راه كتحط الملايين واش تبقى تبان لك 2000 ولا 3000 درهم غتبقى تشطر عليها دونك هذه كتبان لي فكره ذكيه انني نمشي عند واحد يعني نمشي عند شي شخص عنده خبره في المجال ديال العقار ونقول له قبل ما نشريها كشوف لي عفاك هذه قلب لي الوريقات شوف قلب لي هذا الشيء فهمتي دير لي البحث ديالك واش العقار مزيان ولا لا دونك هذه كتبقى صراحه فكره ذكيه سواء كنتي حتى مستهدف حيت راه الا كانت عندك دار زوينه واخا تزيد فيها مليون 2 مليون 3 مليون عارف راسك راك رابح حيت راه غيدوز الوقت ملي غتبغي تبيعها غتطرد الرباح ديالها وملي في الكرا ديالها وكلشي غادي تكون رابح مابقاش تفكر ديما 2000 درهم 3000 درهم فهمتي واش بغيت تقول هذه الفكره حيت كنسمع كيقول لك السوق ديال المغرب هو سوق ديال الثمن واش انت كتاكد هذه الفكره هذه السوق ديال المغرب سوق ديال الثمن كيشريو بالثمن شوف الثمن بحال نفهم زعما كل ما كان الثمن طيح يعني الناس ما كتسوقش كيبغيو الثمن يكون طيح دونك يقلبوا على الثمن طايح خصك تشوف الابارتمون اللي كتوفر فيها بون رابور كاليتي يعني داكشي اللي كتاخذ يستاهل داك الثمن اللي كتعطيه فهمتي كاين الهوته مازال الهوتات كاين الناس اللي كيبغيو مثلا يبيعوا الابارتمون ديالهم شي يفكوا عليهم شي حوايج اخرين يعني ماشي ما كايناش الهوته في المغرب مازال الهوته كاينه الهوته صح دونك هادشي كيبقى قرارات وصافي مادام انت مقتنع بديك الابارتمون كتشوف انها كتستاهل داك الثمن اللي تعطي عليها صافي توكل على الله صح وبزاف ديال الناس اللي كيمشيو الهوته راه كتكون ورا الهوته كيكون معاه حتى واحد الخطر اللي هو كبير يعني تقدر يكون داك اللي باغي يشري هو الهوته ماشي الدار هي الهوته فهمتي دونك هادشي علاش تسول مزيان تسول يعني ماشي تشري بعينك مغمضه قال لك حنا ملي تحولوا الصياد الى فريسه كيكون جاي هو باش يصيد لا حتى كيصدق هو اللي بالصيد ولكن الحمد لله ما كنشوفوش هادشي بزاف قليل فاش كنشوفوا شي واحد اللي تصيد هكذا الحمد لله قليل ولكن هادشي ما كاينش انه ما كاينش زعما ما كاينش اللي كيبغي يصيد لا ديما الفريسه ديما ولا الهوته اللي كيكون فيها اغلبيه ديال الطعم لان كيلوح لك الطعم كيلوح لك بالهوته ضروري صراحه يعني شنو هما كيبان لك مثلا الاغلاط اللي كنتي درتي في البدايه ديالك ملي دخلتي للعقار ودوك الاغلاط اللي كتمنى ان الناس اللي جايين يعني ما يعاودوش يطيحوا فيهم شنو هما هاد الاغلاط مثلا وكيفاش كنتي تقدر
كرجع بك الوقت اللور كيفاش تقدر تتعامل مع دوك الاغلاط. المهم هذه باش تعطي الناس يتجنبوا ما يضيعوش الوقت وما يطيحوش في نفس الاغلاط دونك يختصروا عليهم الوقت. ما تزربش كنت تاخذ شي ديسيزيون سير شوف هاد الدومين ديال العقار تاخذ شي ديسيزيون فكر فيها مزيان عاد خذ ديك لا ديسيزيون سينو غادي تصيد فهمتي. دونك ما تزربش كنت تاخذ شي ديسيزيون فكر فيه مزيان عاد توكل على الله. والاغلاط حنا ديما كنغلطوا ديما كنتعلموا وديما اللي جاي كيكون احسن من اللي قبل. صح هذا ماشي دومين اللي صغير ولا مقتصر على شي حاجه اللي صغيره، لا دومين كبير وفيه بزاف ما يدار فيه بزاف ما تتعلم ومادام انت غادي فيه الا غادي كتعلم. صح يعني غادي كتعلم هادشي ما كيحبش وغادي كتزيد لقدام الحمد لله. دونك هادو هما النصائح اللي كانوا باش تعرفونا راه ما نسيتكمش. انا باغي ندوي على فريق العمل كيفاش 5 ديال الناس والناس اللي باغيين يبداو. دونك انا رجعت لكم لهذيك القضيه اللي وعدتكم بها. دابا غيدوي لكم يعني كيفاش كيخدم فريق العمل، كيفاش كان الواحد مثلا بغى يبدا واش كتنصحوا كيفاش يقدر يلقى الفريق اللي يخدم معاه. هذه اهم حاجه حيت بزاف ديال الناس اللي في العقار المشكل ديالهم هو يلقاو الناس. الانتوراج حاجه اللي مهمه. الواحد اللي كتريح معاه كل نهار اللي كترافقو كل نهار ياثر عليك بزاف. يعني واخا تقول لا ما تاثرش به لا ياثر عليك. دونك خص المونطاليتي ديالو تكون بوزيتيف، يكون واحد الانسان اللي باغي يوصل باغي ينجح. هذه حاجه الحوايج اللي مهمين لانه ولا عاشرتي شي واحد اللي يعني ماشي بوزيتيف واللي ديما سلبي وكيشكي عليك ديما كيشكي عليك وكذا انا كنعرف راه دونك انت كيبقى يحبطك. يعني ديما انت ما يبقى يجرك هو غادي للهاويه وكيجرك معاه. دونك راه كانت انت المونطاليتي ديالك بوزيتيف عقليتك بوزيتيف وباغي توصل دونك حتى الانتوراج ديالك خصك تخدم عليه وخصك تختار شكون يترافق معاه بيان سور سينو غادي يجرك مع الهاويه. فهمتك فوالا. و كيفاش تختار البيرسون اللي سميتو دونك ضروري كتعاشر عاد كتعرف شحال من واحد كتقول هاد السيد هذا مزيان هاد السيد هذا الله يعمر هذا كيفاش كتعاشروا كتلقى ضروري. فهمتي داكشي اللي كاين. دونك الحمد لله حاليا حنا جروب ديال 5 ديال الناس دراري زوينين دراري غزالين الله يعمر دار كاملين باغيين يخدموا خادمين بعقليه زوينه عقليه بوزيتيف كلشي باغي يوصل كلشي باغي الخير للدراري اللي معاه تايقين في بعضياتنا. وهذه من الحوايج اللي مهمه في الجروب. بصح هذه كتبقى حاجه مهمه. شكون جمع فيكم الجروب؟ هذا الجمع هذا بوحدو كنتو صحاب ديجا بالعائله ساكنين في نفس في الكارشي الدومين ديالنا نفس الدومين. يعني الدراري اللي في نفس الدومين هذا كتلقى مثلا طاشطون هذا كذا دونك تتجمع لي جروب يعني كنريح مع بعضياتنا حتى جات الفكره ديال اننا نشاركوا كنا غاديين الحمد لله. دونك هذه قضيه زوينه ملي كتلقى يعني الناس من نفس الحي وداكشي وكيتجمعوا على واحد الحاجه اللي هي مزيانه. العكس ديال الحاجه اللي كطرا في الاحياء ديال هذا ما باغيش هذا يدير هذه هذا ما باغيش هذا يدير هذه هذا فلان نجح. دونك هذا كيبقى واحد اكزامبل اللي هو زوين يعني هو اكزامبل بزاف الشباب اللي كيقول زعما لا راه ما يمكنش انا حيت بعض المرات راه يقدر الحي ديالك فيه الناس اللي بغيو يخدموا كتلقاهم خدامين وقاتلين غير انت ما كتبارطاجي معاهم مزيانين. يعني تقدر تلقى صاحبك اخر تقدروا توليو 3 يعني راه بعض المرات شي كيقول العائق انت من الدماغ ديالك حيت كتقول الفكره ما يمكنش فهمتي. الا نجح صاحبي راه بحال انا اللي نجحت بصح فهمتي. يعني فاش كل صاحبي زاد لقدام مثلا باغ اكزومبل شرا طوموبيل زوينه كمثلا ما عندوش طوموبيل وشرا طوموبيل زوينه راه كتفرح له بصح يعني راه صاحبك زاد لقدام الجروب غادي الجروب يعني كتشوف المنظور كمنظور جروب الجروب الحمد لله غادي لقدام بصح. وكان جاني واحد السؤال يعني واحد السؤال كان جاني مؤخرا كان قال لي كيفاش نلقى الناس اللي واعرين كاين ناس كيخدموا مزيان ومشكله ملي كيقلبوا على الناس اللي كيكونوا بيرفيكسيونيست ويخدموا مزيان ما كيلقاهمش كيقول لك الدرا ما كنلقاهمش ما كاينش على متعود. كنقول ليه كان الجواب ديالي هو هذا كان الجواب ديالي هو صادم ولكن هو ميم طون هي حقيقه. دابا ملي ما كتثقش في الناس يعني انت باقي ما كتثقش في راسك يعني باقي انت اللي خاصك تبدل فهمتي. يعني ما حد ما يمكنش تقول لي لا راه الناس خايبين شوف خاصك تبدل حيت ملي كتبدل كتجرب لك الناس اللي هما بحالك. دونك الا كنتي كتقلب على ناس اللي هما
اللي هما واعرين داكشي خصك انت تكون واعر فهمتي يجي منك. يعني كيجي من عندك ما تلاقيش معاه عارف راسك هي الحقيقه قاصحه ولكن كتبقى حقيقه تراجع راسك وشوف البلايص اللي كتريح فيهم تريح فيهم وخصك تبدل بيان يعني خصك تبدل. شنو هي يعني اخر كلمه ديالك للناس اللي شافوا هذا البودكاست ورساله ديالك وبالنسبه للناس اللي باغيين يتواصلوا معاك فين يقدروا يتواصلوا معاك؟ تقدروا تواصلوا معايا على الانستغرام اللي هو البوشتاوي ايمو او لا تيك توك البوشتاوي ايمو كان لا يوتيوب مثلا بوشتاوي ايمو حتى هي لا ميم شوز ولا على الرقم ديالي 0628 92 16 11 اللي يحتاج اي استفسار مرحبا. وكنتمنى التوفيق للجميع واللي بغى يبدا في شي حاجه يتوكل على الله يدرس البروجي ديالو ويتوكل ويدير شي حاجه اللي كيبغيها يعني ماشي فلان دار واحد الحاجه صدقات له دونك انا نديرها لا دير شي حاجه اللي كتعجبك واللي كتشوف راسك غتعطي فيها وقادر تعطي فيها والونتوراج ديالك خدم عليها هذه حاجه مهمه سي فوالا. يعني صراحه سي سفيان بارطاجا معنا معلومات اللي هما زوينين وواعرين في هذه الحلقه. كنشكرك بزاف لانك يعني تكلفتي على السفر وجيتي حتى لعندنا وكبرتي بينا دونك شكرا بزاف وان شاء الله مازال نديروا حوايج اللي هما كبار ان شاء الله في المستقبل. وبالنسبه للناس تبعوا لي ريزو سوسيو نخليكم انستغرام هنايا دخلوا تبعوا بارطاجيو دونك والناس اللي محتاجين يعني منتجات في هذه المدن سواء في كازا ولا في قنيطره ولا في طنجه. شنو المدينه الاخرى؟ عندك كازا طنجه قنيطره وسلا دونك في 4 المدن راه يتواصلوا مع سي سفيان الجروب ديالو دونك هادو الناس اللي مزيانين والناس نقيين ومازال ان شاء الله جاي الخير من القدام. كنشكركم بزاف على مشاهده الفيديو وبارطاجيو. سلام.